ماشي وبعدين يعني ولا قبلنا انا مش هبل بكده. كنت بتكلم مين؟ ان شاء الله عندك بنت ميتين كلب بتكلم. والله مش مرتاح معايا طلقني. واقسم بالله ناوي على كده طلقني. انا عايزه اتطلق والله عايزه اتطلق. طلقني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ثابت شعبان، وكالعادة يا سادة شايفين واقف بعمل مقدمة لوحدي. أهلا ومرحبا بكم في مقلب جديد. طبعا زي ما انتم شايفين المدام دنيا واخدة شد حيلها عليها في المقالب، كل يوم والتاني اللي هي بتعمل فيها مقلب، وخصوصا كله كوم، والمقلب الأخير اللي عملته فيها ده كوم تاني خالص. أفتح باب الشقة أخش ألاقيها مغمى عليها قدام الباب. حرفيا أنا أقسم بالله أعصابي باظت، خلتني ما عادش فيها ريحة الأعصاب. حسيت ان انا مشلول او متلجم او مش عارف اتصرف، مش عارف اعمل اي حاجه. فده يعتبر من اكتر المقالب اللي هي عملتها فيا تاثير، اثر فيا بطريقه صعبه. فانا قررت النهارده ان انا ارد اعتبار ان مش كل يوم والتاني الاقي الاستاذه الدنيا بتعمل فيها مقلب، لا ده بتوقف اعصابي، لا 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 مش عارف ايه. انا خلاص انا قررت النهارده ان انا ارد اعتباري بمقلب غشيم بمعنى الكلمه. المقلب ده يا جدعان لو بيتعمل بحقه حقيقي فهو يخرب بيوت. زي ما انتوا قرأتوا العنوان بتاع الفيديو، مقلب الخيانة الزوجية. يا سلام، خيانة زوجية هتخش عليا بكل هدوء خالص. هتلاقيني ماسك التليفون بتكلم مع واحدة تانية خالص، اللي هو ان انا بخونها، وهقعد اغلط فيها بقى وعيب فيها وشوية حاجة كتر كده. هعمل ايه؟ ده انا من يوم ما اتجوزت ما شفتش يوم حلو. دي واحدة استغفر الله العظيم يا رب بومة، دي مش عارفة ايه. وهركز ان هي تخش عليا وانا بقول الكلمتين دول. طيب دنيا المفروض ان كان معاها الروشته بتاعتها، كانت طلبت مني انزل اجيب لها العلاج من الصيدليه. انا اصريت مخصوص ان هي تنزل تجيبها لنفسها عشان خاطر اعرف اعمل مقدمه على رواقه، واعرف اثبت الكاميرا براحتي، واعرف اتكلم، واعرف اثبت شوف انا هعمل ايه. سواء تعرفني او ما تعرفنيش صلي على النبي، ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. ولا عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك، لان ده اللي بيدعمني. انا شفت تفاعل كبير جدا على الفيديو بتاع دنيا اللي هو المقلب الاخير، لدرجة ان انا افتكرت ان محدش عمل فيديوهات في القناة غيرها. طبعا انا حابب اشكركم بالنيابة عنها على التفاعل الكبير بتاعكم ده، ويا ريت يعني ايه تخلوني انا كمان اخوكم زي ما هي اختكم وتتفاعلوا مع الفيديو بتاعي ده، لان انا عايز الفيديو ده ينتشر في كل حتة، وعايزكم تعملوا اكبر عدد من اللايكات، لان انا جاي النهارده اوريكم حاجه فعلا صعبه. يعتبر اصعب الحاجات اللي اقدمها النهارده، او يعتبر من اصعب الحاجات اللي انا هعيشها النهارده مع دنيا. هتشوفني بخونها واشوف ردة فعلها ايه. هثبت الكاميرا وهرجع لكم على طول. طيب المفروض ان انا كده ثبتت الكاميرا وتمام. انا بس كنت حابب اشوف، مش عارف، بس ان شاء الله هتشوفوني كويس. فهفصلها دلوقتي. كان المهم ان انا اثبتها، هفصلها دلوقتي والتليفون معايا تمام جهزته. اول ما اسمع الباب بتاع البيت من تحت بيترزع هعرف ان هي كده وصلت، وهشغل الكاميرا وهبتدي على طول. المفروض ان انا هنا دلوقتي كده في اوضه الاطفال. انا هقعد على السرير اللي هناك ده اللي في الوش على طول ده، وهقفل باب الاوضه عليا، بحيث ان انا كده بعمل جريمه، انا كده بعمل حاجه ان انا خايف منها. هقفل الباب بتاع الاوضه وهبتدي ان انا اتكلم وهي طالعه. تمام وصلت يا حبيبتي. ايه بابا؟ لا ده هي راحت الصيدليه كده يا شيخ، ريحتني منها شويه، بدل القرف اللي انا عايش فيه طول النهار وطول الليل، نكد في نكد. انا برضه اقدر استغنى عنك؟ ده انت الحب الاول والاخير. لا والله، ده بنت بومه استغفر الله العظيم يا رب. بنت وشها يقطع الخميره من البيت، يعني انا مش عارف اقول لك ايه. طيب اكلمك تاني ماشي. طب اتكلم. ايه يا بابا؟ متكلمش. مين اللي جبت وشها يقطع الخميرة من البيت؟ مين ده اللي وشها يقطع الخميره من البيت؟ معرفش، ما سمعتش. ده انا كنت بكلم واحد صاحبي. واحد صاحبك قلت له بتقطع وشها من الخميرة من البيت؟ عادي يعني، ايه المشكله؟ بنتكلم على حد يعني كان هو مصاحبه وكده وبتاع الاطفال لا عادي بتكلم هنا عشان خاطر معرفش اخد راحتي بره. والله من امتى يعني؟ مش خير؟ ايه يعني في ايه؟ مالك؟ طب وين التليفون؟ ماله التليفون؟ كنت بتكلم مين؟ ما قلت لك كنت بكلم واحد صاحبي. كنت بتكلم مين؟ ها؟ هي رجعت ترمي عادتها القديمة ولا ايه؟ مش خير؟
مالك يا دنيا في مش ايه؟ فارق يعني، هو انا اخلص من مين يطلع لي مين انت يعني. ازاي ده دلوقتي؟ حاولي ناس عيب كده. طب وريني التليفون. مال التليفون؟ كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم واحد صاحبي. خد التليفون. طب التليفون خالص عشان ما اعرفش افتحه. مش تقطع التليفون، ما في ايدك هو التليفون. كنت بتكلم مين؟ انت ازاي يا بنتي؟ كنت بتكلم مين يا سالم؟ بكلم واحد صاحبي. لا مش واحد صاحبك، انت لا حول كداب. ولا قوة الا بالله. امال ايه كداب يعني؟ ايه السد؟ انت كنت بتكلم حد بتقول لها لو الشاي يقطع الخمامه من البيت مش عارفه ايه. مين؟ ما هو اللي انا بقول لك عليه ده كان بيكلم واحده، وانا الواحده كنت اعرفها زمان يعني وكده، وقلت له ده عيله مش كويسه يعني وكده. والله. صدقيني. بتكلم مين؟ في ايه انت اللي عليكي؟ بيتكلم مين؟ بيتكلم مين؟ ما بكلمش حد. مالك في ايه؟ لا بتكلم مين يا سالم؟ في ايه يا بنتي؟ هو انا اخلص من زبيده يطلع لي عبيده؟ هو مش خير. انت بتزعلي دلوقتي. اصل يعني انا قرفت من المواضيع دي، هو الطبع اللي فيكم مش هيتغير ولا ايه يعني؟ شفتني بتكلم مع حد من بعد الجواز؟ والله. والله شفتني بتكلم مع حد بعد الجواز. احلفي بالله كده. احلفي بالله كده. ولا احلف بالله. احلفي بالله انك لا احلف انت يا صديقي بقى، لسه ما كنتش بتكلم حد. انت ايه؟ انت هتضربني ولا ايه؟ هتخانق معايا ولا ايه؟ كنتش بكلم حد. لا كنت بتكلم مين؟ لا حد ولا سبت. مالك؟ انا مش هبل بالعيشه دي كتير. عايز ايه يعني؟ لا انا مش هبل بالخيانه دي. يعني ايه يا اخي؟ اتعامل بما يرضي الله، هتخوني بناقص من العيشه دي. طب ما انا بتعامل معاك بنور الله. فين ده؟ ما هو عادي يعني عايشين. انت وزعتني، انا قلت لك تعالى معايا الصيدليه اجيب العلاج ناقص. قلت لي لا روح انت عشان انا مانيش قادر. بتوزعني ولا ايه؟ هي انت نزلت والمكالمه جات لي وحد اتصل تعرف بيا. اللي انا في ده. هو مالك يا بنت؟ انا حاسه انت هتضربني ليه؟ انت بتوزعني؟ لا انا ما بوزعكيش، عادي يعني. انا كنت بتكلم مع واحد صاحبي، انت اللي عامله حوار وايدين ورجلين ومش عارف مالك كده. والله طب رن لي على صاحبك. ما هو تقوم فصل شحن. ايه؟ والله. صدقني فصل شحن اهو. انت كداب. لا انا مش كداب. انا موكله ربنا فيك ان انت شخص ظالم. عيب لما تقول انت اقسم كداب. بالله انت شخص ظالم. عيب ليه؟ انت فعلا بتكذب. عيب، واللي انت بتعمله مش عيب. ماشي ماشي. وبعدين يعني ولا قبلين انا مش هبل بكده. كنت بتكلم مين؟ إن شاء الله انا عندك بنت مقبلة. ميتين كلب بتكلم. طب ليه بنغلط في الناس؟ ليه بتغلطي في الناس ليه؟ عيب ما تغلطيش لان فيها. هي لو محترمه مش هتكلم واحد متجوز، لا، هي لكن هي محترمة. ناقصه بنت عالم ناقصه. لا هي محترمه، هي لا، مش ناقصه. والله؟ هي مين بقى اللي محترمه يا ضنايا؟ صاحبي بيتكلم عنها. يا جماله. انا الحمد لله. انا يابا انا مش لازمني ان انا اكلم حد النهارده، وانت عارف ان انا ما عادش لازمني الكلام ده كله، كان زمان وجبر. يا حبيبي صدقيني. انت مفيش واحده بتملى عينيك. بلاش الكلام ده بقى. لا انت مفيش واحده بتملى عينيك والله. انت عايز ايه يعني دلوقتي؟ عايز اعرف بيتكلم مين. ما قلت لك كنت بكلم واحد. ولما انا شتمتها اتحمقت قوي ليه؟ اصل يعني يا بنت ناس، يعني زي ما انت بنت ناس برضه. ما هي بنت الناس ديت يا بنت مالك لو كده في إيه؟ محترمه انت بتعملي كده ليه؟ وعارفه ان هو متجوز مش هتكلمك يا هي باشا. ما بتكلمنيش انا. لكن زي ما بتكلمك بتكلم غيرك يعني. اوعى تفكر ان هي معاك لوحدك. انت عايزه ايه يعني دلوقتي؟ بتكلمها مين دي بقى ولا اسمها يا ايه؟ ست كنت بكلم واحد. ايوه مين بقى الواحده الجديده؟ ما انا هخلص من زباده تطلع لي عباده. معلش. ما انا هفضل في مواويل دي كتير، زباده وعباده. ما تتنططيش بس كده، انا عايزك تهدى. ولا تتنططي ليه؟ بطل انت برود بس. معلش المره الجايه بطل برود. ده انا ما عدتش اديك الامان. يا ست انا مش مرتاح يا ست. في ايه؟ يا روحي مش مرتاح في ايه؟ ما انا حابب ان انا هي واحده كده وكلمتها وخلاص. والله مش مرتاح صدقيني. معايا طلقني. واقسم بالله ناوي على كده طلقني. انا عايزه اتطلق، والله انا عايزه اتطلق. طلقني رن على الاهل الوقت وطلقني. يلا. طب حتى لو رنيت لك على اهلك، يعني انت لما رن على اهلك مثلا توصل بيكلم واحده وانا عايز اتطلق، ايوه انا عايزه اتطلق. عمر ما حد هيوافقك على كده انا بقى طبعا. اللي مش مرتاحه معاك. مش انت مش مرتاح، لا انا اللي مش مرتاح. مش انت اللي هتقولي مش انت اللي مرتاح. انا اللي مانيش مرتاحه يا بابا. ايه اللي مش مريحك؟ عايشتك وعمايلك. بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ خاين. يعني ما هي حتى بقول لك هو ما فيش. خيانه بتجري. هو ما فيش الا انا اللي بيتكلم مثلا. لو ده على فكره ده بالصدفه يعني. انا ماليش دعوه بغيرك، انا ما حاسبش غيرك، انا حاسبك انت. طيب ماشي. عموما انا مش مرتاح زي ما قلت لك، وهي واحده وكلمتها وخلاص. والله؟ اللي انت شايفاه اعمل ايه بقى؟ انا مش شايفاها اعمل. يعني شوف انت عايز ايه واعمل ايه. خلاص زي ما دخلنا بالمعروف يا ابن الناس نخرج بالمعروف كده
وبدون اي مشاكل وبدون غلط وبدون زعل عشان الواحد ما يغلطش. طب انت يعني ايه اللي زي ما دخلنا المعروف نخرج ايوه بالمعروف؟ بس انا طيب، تعب ماشي. نفسي ليه؟ طلقني. ده بينزلني ويهويني ويخلينا ننزل عشان يقعد يتكلم المفضوحة اللي بيكلمني. كل شوية يخلص من واحدة يطلع لي واحدة. لا انا ما عادش عندي طاقة يا ابن الناس، بجد بجد انا ما عادش عندي طاقة وطاقتي خلصت. انا بني ادمة، انا ملوش حيطة ولا انا جبلة. معلش يا لا انا ربنا اللي عالم بيها ما عادش هقدر استحمل. كفاية اول حد كده. عايز انا اتطلق يعني؟ انا عايزة خلاص ماشي، نكلم ابوكي ونجيبه وماله وكل حبيبي؟ واحد يروح لحاله. يبقى رياح. انا قلت لك انا ما عملتش حاجه غلط، مش انا اللي كنت بتكلم، ده واحد صاحبي اللي كان بيتكلم. واحد صاحبك؟ هو حكى لي حوار كان لو داير واحد معاه. صاحبك وانا دخلت مش هتقفل. انا مش بريالة. امال انت ايه؟ لو مؤاخذة انا مش بريالة ولا دق عصافير هنا. امال دق عصافير فين هنا؟ والله. امال دق فين هنا؟ بس يا عم شيل ايدك. لو ما شلتهاش شيل يعني ايدك بعيد عني يا ثابت أنا باك. في وشك الباب. يا ثابت مناخير زفت بتوجعني. لا بتزعقي دلوقتي. انت بتزعقي دلوقتي ايه؟ ما انت تزعقيش. عارف ان مناخيري تعبانة يعني ايه يعني؟ الف سلام عليك. والله بتكلم بجد. انا ما عدتش- مش حمل مشاكل يا عم. انا مش قادرة المشاكل. مش ستهم قادرة قالوا نطلق ما في 60,000 سلامة يا بابا بالأدب والاحترام. 60,000 سلامة. يعني لما يعني السلامة. ماشي يعني خليكي ايه؟ شقتي. رايحة فين؟ انا ماشي ماشية رايحة فين؟ ماشي كده. خد يا بنت دنيا، اطلع يا جدع انت كمان. ايه ده؟ خدي بس اقول لك، خدي اقول لك بس الناس بس. ابعد بعيد طب عني خش بقى. خش بس اقول لك اهو. ايه حلو كده؟ هو ايه اللي حلو؟ حلو؟ حياة امي اطلعه هنا ده هنا. ده بقى. ده ايه ده بقى؟ انت لسه شفت حاجة؟ وحياة امي اهي انا تتوه اعصابي مني، تنام على الارض تعمل تتفق مع الناس تعمل فيها مقلب ونازله هاتك اهو والمصحف ده مقلب يعني ايه؟ ورب العزه لا مطلعه على عينك ني وعرفك اللي انت كنت مخلياني في امبارح ده ايه؟ انا ده اسمه خيانه زوجيه مثلا. اقسم بالله ما كنت مقلب. بتكلم وجاي تصور تضحك عليا بكلمتين وتعملها مقلب. هفصل دلوقتي واوريك المقدمه واوريك انا اعرفهم وقايل لهم ايه. يا جدعان لو عجبكم المقلب ده ما تبخلوش عليا بلايك، وانا ان شاء الله ولا مش هقول عشان اللي ما بعملش عشان خاطر دي. حاضر اتقال عليا. بيتعمل؟ حبيبتي وبتاع امبارح كان مقلب يتعمل. والله ان الناس طلبوه مني وانا برضه الناس طلبوه مني. الناس ما طلبتش منك يا ست الناس ما طلبتش، بس انا شغلت دماغي. شوفوا يا جدعان، شوفوا جبت ميه ازاي من وشي، بس اتقال عليا وحياة امي يا دنيا انا هنسلك المقالب اللي انت عاملها دي كلها وبتاع امبارح ده لوحده وكوم تاني لوحده خالص. والله اتقال عليا يا جدعان لو المقلب ده عجبكم تبخلوش عليا بلايك. مقلب زي الزفت. اللي جاي اشد واصعب. حاجه بسيطه انا جايب بوزة لوا اهو. لا ولا البوزة لوا اهو. انا بتقبل وانت بتعيطي زي العيال الصغيره. هعيط ليه؟ انا بس عليهم اهو. شوف انت عامله ازاي في الاول وفي الاخر. انا تقولي لي قدام الناس مش عارفه زبيده وعبيده ومش عارفه ايه، يعني يرضوكوا يا جدعان كده؟ طب والله العظيم ما كنت بكلم حد، التليفون كان فاصل اصلا وانا ده كلام انا جايبه من دماغي. انا كنت بكلم نفسي تقول لي ليه ما وعدتها القديمه؟ ينفع؟ ايوه ينفع. ايه اللي ينفع؟ واحد بيخون مراته عايزه تعمل ايه يعني؟ انا ما كنتش بكلم حد، ده مقلب يا بنتي. ماشي مقلب يا بنتي. مش انت عملت المقلب؟ وحياة امي هنفخك والله انا ورب العزه هنفخك كله من اجل اللي انت عملتيه امبارح. انا بص انا من ساعتها ما بعملش حاجه غير ان انا بفكر لك بس. والله بس ماشي. والله العظيم 3 انا بفكر لك بس. يا جدعان لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تدعموني بلايك كده، ما تبخلش عليا باللايك، ولو لسه ما اشتركتش اشترك في القناه عشان اللي جاي اصعب. بس انا حابه اشكرك قوي اللي جاي اصعب. يا عم الرخامه بقى. انا
حابه اشكركم قوي على الفيديو، على التفاعل الكبير ده، بجد ميرسي لكم قوي قوي. انا بحبكم جدا، وانا من غيركم ولا حاجه، وما كنتش اتوقع ان الفيديو يضرب نار كده. ما شاء الله يعني، ما الله شاء اكبر الله في عينيه. بجد. والفيديو كان عليه كميه تفاعل ما شاء الله. ما شاء الناس الله. عجبها الفيديو بتاع دنيا. انا شخصيا يعني تعبت من اعصابي اللي باظت وقلبي اللي كان هيقف. يا رب الحمد لله. الفيديوهات كلها تعجبكم إن شاء الله ما تنسوش بإذن تعملوا الله. لايك واشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش، وتفعلوا يا جدعان لو في حد بيتفرج على الفيديو كده من غير ما يشترك، يا صاحبي انت كده بتستفاد ايه؟ ولا اختي انت كده بتستفادي ايه؟ اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس اللي جاي كتير كده عشان مفيش اي حاجه تفوتكم خالص، ولايك للفيديو بقى. واي حد عايزني اعمل ملف ثابت يكتب لي في الكومنتات، بقابليني وانا والله هنفذ والله اللي جاي والله صعب. يا ثابت انا هوريك. سبحان هي الله. بقت كده سبحان بإذن الله، اللي بيعمل ما بيقولش. وحياة امي اللي ما عندي اغلى منها في الدنيا دي كلها، انا هعرفك انا هعمل معاك ايه. يبقى حصلين يا دنيا. وفي اخر الفيديو بنقول ايه؟ سلام عليكم. السلام عليكم.